يا لهوي يا عصام، الميزان طلع لي رسالة بتقول يرجى الصعود كل فرد لوحده. شفت احنا وصلنا لإيه يا عصام؟ احنا لازم نشوف حل، احنا تخنا قوي يا عصام. اخ. عندك حق يا ليلى. انا بقيت بنهج وانا بفتح علبة التونة. بقولك ايه، من اللحظة دي مفيش غير خضار سوتيه ومية من الحنفية، والحلويات دي تدخل قائمة المحرمات الدولية. يا أستاذ عصام، المسح الذري بيقول إن تضاريس جسمك بقت أصعب من جبال الأطلس، ومدام ليلى بقت شبه حبة اللولي المنفوخة. بس بيني وبينكم، في كنافة بالمانجا. الكنافة بتناديكم وبتقول لكم يا عيني على اللي صايم ومحروم. ابعد ابعد عننا يا سلكة بصناعتك الصيني دي. احنا قررنا نخس يعني هنخس. خد الكنافة دي ارميها في اي حتة. استني بس يا ليلى. حرام نرمي نعمة ربنا. بقولك يا سلكة، حطها في التلاجة واقفل عليها بباسورد ومعاك المفتاح، ماشي؟ يا ما نفسي في حتة كنافة بالقشطة. أنا بحدث النظام بتاعي وعملت قطايف محشية قشطة وعسل للتجربة فقط. بصوا كده على لمعة العسل دي، فيها فيتامينات بتخلي الواحد يطير من غير جناحات. يا ليلى، يا ليلى، انت شايفة اللي انا شايفه؟ القطايف بتغمز لي يا ليلى. هي قطعة واحدة يعني مش هتبوظ الدنيا. برضو دي تعتبر فاكهة، علشان العسل جاي من النحل، والنحل بيقف على الورد، والورد نبات. لا يا عصام، اثبت. يا سلام، بس بصراحة ريحتها تشفي العليل. بقولك ايه يا سلكة، هات حتة صغيرة ندوق بس السكر بتاعها مظبوط ولا لأ، عشان لو جالنا ضيوف ولا حاجة. تم اختراق الرجيم بنجاح ساحق. مبروك يا عصام، الميزان دلوقتي هيطلع لك رسالة: أهلا بيك يا لورد الحارة، المستقبل بيتدمر بسبب طاسة الزيت دي، بس القعدة معاكم أحلى من الرشاقة. آه، الرشاقة في القلب يا سلكة، والكرش ده عز ونعمة. هات يا ابني، هات شربات نبلع بيه. الحلقة القادمة ستكون مذهلة. اللي شحنه خلصان، مين اللي لو عطس بيطير العيال قدام، مين اللي مخه باص وبيطلع دخان. مين الليلة تقولي سمع أصدع ميها لجيران. مين اللي هلا نفسي في شاشة أعرض فيها وأبان. أنا سلكة